تلاقي حكم ربنا القدري عكس الموضوع، يبقى الحرام هو اللي واسع قوي والحلال هو مش لاقي، الحلال اللي هو اصلا واسع والحرام واسع جدا. انا كنت هقول سهل بس انا اسف، لفظ سهل ده هرجع عنه لاني لفظ سهل ده هجيله كمان شويه، لان هم دول فتنتين، اصحاب السبت وقعوا في فتنتين مش فتنه واحده، فتنه ان الحرام وسع والحلال ضاق، وفتنه ان الحرام بقى سهل، ودي غير دي وهنجي لها كمان شويه ان شاء الله. الابضاع قلنا لقينا ان اتجوز اي واحده جواز سهل الا وتعد الصنوف المحرمه عليك. تيجي النهارده اهو الجواز اللي هو سهل ده وواسع وربنا موسعه يضيق جدا على الناس جدا قدرا بقى، وتلاقي الحرام مش لازم المحارم، يعني الحرام يعني انك تفعل الحرام، تقع في الزنا مثلا اسهل شيء وواسع جدا. سيبكم من اسهل دي هنجي لها كمان شويه، بس واسع. طب ليه؟ ده هو المفروض الحلال هو اللي كان سهل. الحلال يا جماعه انتوا، انا عاوز بس اديكم تصور عن فكره الجواز في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا من الحاجات اللي نفسي اعملها ان شاء الله هنتكلم على المنظومه كمنظومه، عشان الشباب دايما يقول لك العاده السريه الاباحيه، وانا شايف ان هي منظومه كامله الحقيقه. فمن جمله ان شاء الله لو عملنا الخطه يعني اللي في دماغنا ان احنا نشوف فكره الجواز كانت ازاي في العهد النبوي في المدينه المنوره. فعندنا حديث واضح جدا هو ايه، التمس ولو خاتما من ايه، من حق. الدنيا كانت سهله بس مش ده اللي عاوز اجيله دلوقتي. انا هاخد مثال واحد. سيدنا جابر يا جماعه لما اتجوز، النبي عليه الصلاه والسلام عرف انه اتجوز قبل ولا بعد؟ بعد ما اتجوز، مش كده؟ قال له انت اتجوزت، وابتدى دار بينهم حوار. عارفين ده معناه ايه؟ في المدينه زمان مش المدينه بتاعت دلوقتي، المدينه زمان بيقولوا كانت اصغر من المسجد النبوي. يعني المسجد النبوي دلوقتي بيقولوا المدينه اللي كان عايش فيها النبي عليه الصلاه والسلام هي كانت اصغر من المسجد. ليه؟ لان البقيع كان مدافن المسلمين، ده كان خارج المدينه وكانوا بيروحوا يقضوا فيه الحاجه. فهي يعني انتوا فاهمين فدي كانت المدينه مجتمع صغير جدا، وسيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادي جدا جابر اتجوز بالليل. انتوا فاهمين الصوره اللي حصلت ايه؟ ان النبي ما يعرفش ان جابر اتجوز عليه الصلاه والسلام ورضي الله عن جابر. فالجواز ده كان عامل ازاي؟ طيب هو جابر اساء الادب وحاشاه؟ يعني لما عمل كده كان المفروض يجيب النبي ويجيب الناس ويعمل هيصه وليله مش عارف فين، ولو غني شويه يبقوا 3 ليالي ولا ده كانه كان العرف السائد؟ عادي جدا جابر اتجوز صبح الصبح، النبي عرف او انس شيئا على جابر فقال له انت اتجوزت؟ قال له اتجوزت. ما لاموش حتى ده، طب ما كده ما تعزمنيش كده، ما فيش الكلام ده. الحياه بسيطه سهله جدا. اتعقدت ليه وكبرت ليه وبقت صعبه ليه؟ هنا لازم نقف، لان دي حته الشرع موسعها. طب ليه ضاقت؟ لازم نقف هنا ونسال نفسنا. المطاعم والمشارب الاصل كذلك كذا وكذا وكذا. تلاقي النهارده عشان اللحم ده مذبوح ولا مش مذبوح، طيب مش عارف ايه، ولا قصه كبيره مش عايزين ندخل فيها دلوقتي برضه. فابتدى برضه الشيء اللي كان اصلا واسع ضيق قدرا. فهنا كان لازم نقف، وكان لازم اصحاب السبت يقفوا. ودي يعني ظاهره للعيان انه يا جماعه بس واحده السمك له عارف يوم سبت من يوم حد من يوم اربع، وليه اشمعنى السبت؟ ليه يعني يا جماعه شغلوا عقولكم؟ ما حدش شغل عقله. طب ليه ما شغلوش عقولهم؟ ليه؟ عارفين يا جماعه؟ لانهم اعملوا عقولهم في غير ما خلقت له، فسلبوا اعمال العقل فيما خلق له. فاكرين اصلا بقى قصه السبت كانت ليه؟ لان هم اعملوا عقولهم في ايه؟ في رد النص. طب يا حدق منك له، عملت عقلك في رد النص، سأسلبك عقلك في فهم او في، خلينا بقى نضبط الجمله شويه، عملت عقلك في رد الحكم الشرعي، سأسلبك عقلك في فهم الحكم القدري. وكمل بقى في ضلالك.
يعني كمل في ضلالك، يعني مش عارفين نعمل كذا وكذا، خلاص نروح نقترض، وتلاقي الموضوع واسع عادي وسهل بقى. دي هنجيلها كمان شويه ان شاء الله. خلينا نقول عشان ايه سهل، دي عامله لنا ازمه. نخلص سهل عشان طول ما انا ماشي عمالها. هم يا جماعه ابتلوا بحاجتين، ابتلوا بيه ان الحرام بقى واسع وبقى سهل. هو ممكن يبقى الحاجه واسعه بس عشان اوصل لها برضو صعبه شويه، لا ده سهل جدا، سهل جدا. ليه؟ السمكه جايه له عند باب بيته، يعني ناقص ايه يعني؟ بس يفتح لها ويقول لها اتفضلي. ده بلاء، ايوه بلاء. وللاسف حتى اهل الديانه، الناس المتدينه مش واخدين بالهم من البلاء ده. يعني مين اللي لما يخش كده اوضته ويقفل الباب ويروح فاتح الواي فاي على التليفون ويدخل على الاباحيات ولا غيره يرى ان ذلك من البلاء، اللي هو ايه؟ سهوله الوصول للحرام. ده ابتلاء دي عقوبه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ايه ده؟ تعالوا بس نفهم الايه دي يا جماعه. الايه دي مرعبه. زمان كانوا يروحوا يعملوا العمره ولا يعملوا الحج فيبقوا محرمين، فاول ما يحرم عليه الايه؟ الصيد. يحرم عليه حاجات منها الصيد. طبعا الصيد دي احنا دلوقتي لما نيجي نقول للناس مناسك العمره ولا بنعديها، لان هتصطاد فين في الطياره يعني ما فيش صيد، فما حدش بيقابله الصيد. لكن زمان وهم ماشيين في الصحراء محتاجين ده، هم محرمين، حرم عليهم الصيد. طيب الصيد ده، الصيد البري، الصيد الوحشي، بيصاد بايه؟ مش بالرمح. عارفين الرمح ده الاول بتاع الحاجه القريبه، يعني انت لو عايز تضرب حاجه قريبه بتضربها بالرمح. الاصل في الصيد هو ليه اتسمى وحشي اصلا؟ لانه بيستوحش باول ما يلاقي قافله جايه يجري بعيد، الرمح ما يجيبوش. امال بيصطادوا بايه؟ بالسهم. الاصل في الصيد الوحشي في صيد البر انه بيصاد بالسهم مش بالرمح. ماذا قال الله عز وجل؟ يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم، ابتلاء، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه، عجيبه جدا والله، ايديكم ورماحكم. في تفسير الايه دي قالوا ان كان بعض الصحابه يجد الصيد في رحله. في اكتر من كده؟ يعني يفتح الرحل يلاقي الارنب البري ده، الارنب الوحشي ناطط فين؟ في الرحل، اللي هو اصلا وحشي، يعني يستوحش من الناس. ممكن يصيدوا بايديه، وده شيء عجيب. احنا مش حاسين بده، احنا عمرنا ما شفنا صحراء ولو شافك الحيوان ده زي بيجري منك بسرعه ما تلحقش، فاحنا مش حاسين ان هو شيء عجيب فعلا. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورماحكم. اوعوا تفتكروا ان ده كرامه من ربنا، لا ده ابتلاء، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فربنا يبتليك ان في ايديك سمارت فون وفي واي فاي في البيت عشان تدخل الاوضه فتفتح توصل التليفون بالواي فاي. اول ما تعمل كده وتلاقي الدنيا سهله وجميله ولذيذه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. سهوله الوصول للحرام دي مش لكرامتك على الله ده حرام، ده حرام. فلما تلاقيه سهل كده انك توصل له، انك تاخد قرض، تعال لنا بالبطاقه بس. ده انت ممكن تروح من غير بطاقه، يقول لك بقى نسيت البطاقه، معلش نعمل لك القرض دلوقتي وهات البطاقه بعدين، وخلاص ده اللي ناقص ده ليه بقى؟ لكرامتك عليه، سهل لك الربا. هنا العقل يقف بقى ويفكر يشتغل. ليه يا رب الحرام واسع؟ ليه يا رب الحرام سهل؟ النهارده الزنا، المعادات بين الشباب والبنات، بلاش نتكلم في الزنا خلاص، خلينا نتكلم حتى في مجرد التعارف بين الولد والبنت. انتوا متخيلين الشباب الصغير قبل السمارت فونز وقبل النت وقبل ده كان عشان يحصل كان يحصل ازاي يعني؟ حمام زاجل هيعملوا ايه؟ ما فيش حاجه. ولذلك كان دائره الحرام حتى كانت ضيقه. يعني
فين وفين انت منين؟ يقول لك من الجامعه، زميلتي في الجامعه النهارده لا عادي خالص، انت في مصر ومصاحب واحده من مش عارف فين. النت خلاص كله فاتح على كله. فكان الدنيا ضيقه ومش سهله، يعني ضيقه ومش سهله. النهارده الدنيا واسعه واسهل ما يكون. في ايه؟ في رحاله بقى، يعني الصيد فين؟ في الرحال. انت النهارده تفتح الانبوكس بتاعك تلاقي واحده هي اللي بعتها لك. هو ده يا جماعه، انا مش بهزر، انا بأسقط الايات على واقع احنا عايشينه، بلاء احنا فيه. فاذا احنا مش شايفين ده بلاء، دي خطيره جدا، ده احنا كده خلاص طمس على القلوب والعقول. تفتح الانبوكس بتاعك، تفتح مش عارف، تلاقي واحده بعتها لك، هي اللي بعتها لك بقى. على طول افتكر تناله ايديكم ورماحكم. ليه يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. سهوله الوصول للحرام. فربنا ابتلى اصحاب السبت بالحاجتين زي ما هم مبتلين دلوقتي بالحاجتين. الحرام واسع قدرا اللي هو اصلا ضيق شرعا، والحلال ضيق قدرا اللي هو اصلا واسع شرعا، والحرام سهل جدا توصل له. فابتلى الله اصحاب السبت بالامرين جميعا. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. السؤال هنا ليه يا رب؟ ليه؟ مش ليه اعتراض، ليه اراده معرفه الحكمه. ليه يا رب تعمل كده يا رب؟ ليه الحرام بقى واسع يا رب علينا؟ سيبكم من اصحاب السبت. ليه الحرام بقى واسع يا رب؟ ليه الحرام سهل قوي كده يا رب؟ ياتي ختام الايه. قال الله عز وجل: ويوم لا يسبتون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ليه يا رب؟ لا، ده بما كسبت أيديكم بس، لا، ويعفو عن كثير. الحلال ده عليكم، ما بتوش عارفين تتجوزوا بما كسبت أيديكم. الربا بقى سهل ومش عارف تعيش في مش عارف تحصل مليم من غير ربا بقى. يعني ياتي على الزمان من لم ياكل ربا اصابه من دخانه. بقى كل شيء فيه ربا دلوقتي بما كسبت ايديكم. الحرام بقى سهل جدا، تبعت لاي واحده واي واحده تبعت لاي واحد وكله مستمرئ الحرام بما كسبت ايديكم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى انتوا عصيتوا الاول واستمرأتوا العصيان. الفسق في اللغه الايه؟ الخروج. ده في اللغه الفسق الخروج. يقال فسقت الفأرة من جحرها، يعني خرجت من الجحر. بما كانوا يفسقون يعني الخروج عن الطاعه، عن حظيره الايمان. فبفسقنا، بعصياننا، بجرأتنا على ربنا سبحانه وتعالى حصل اللي حصل. فلقينا ده، لقينا الجواز صعب، ولقينا الزنا سهل، والمصاحبة أسهل ما يكون، وصاحب واحدة واثنين وثلاثة وعادي. وبعدين ما يتعرفش إنك بتعمل ده وأنت فاكر أنت إيه. أنت يا ابني أنت مش شايف إزاي إن ده كله استدراج من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني إزاي مش شايف إن ده ممكن يكون لسقوطك من عينه جل وعلا؟ خلاص ما بقاش ليك قدر عنده. الحسن البصري ليه يا جماعه كلمه مرعبه، يقول: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني كل ما تلاقي الدنيا سهله اعرف ان في مشكله. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ولذلك قالوا ان العاصي واقع بين هوانين، هوان قبل المعصيه وهوان بعد المعصيه. ولولا انه هان ما كان وقع في المعصيه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طيب، حصل اللي حصل، وبعدين قلنا لكم اتقسمت القريه 3 فرق. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
هنا واضح ان الخطاب للفئتين غير الفئه اصلا العاصيه المستمرئه لاقتحام الحرام. قبل يا جماعه ما نقول ده الاول بس، واضح جدا ان مش الحل الذي يريده الله عز وجل منا ان مع تضييق الحلال وتوسيع الحرام وسهوله الوصول للحرام، واضح جدا من قصص اصحاب السبت ان مش الحل ان احنا نقتحم الحرام. واضحه دي ولا محتاج نقول؟ احنا بنقولها كده يعني عشان بس ايه ما تجيش تقول ايه ما هنعمل ايه بقى، ما هو كله في ربا بقى فايه فاكل ربا. ما هو ده اللي عملوه يعني من غير ايه، ده اللي عملوه. قالوا ايه؟ قالوا والله ما فيش سمك خالص غير يوم السبت، فخلاص بقى ناكل يوم السبت. هو ده اللي عملوه. فواضح جدا ان ما كانش ده الحل، او خلينا نعدل الجمله، ما كانتش دي رساله الرب عز وجل من هذا الحكم القدري ان ضيق عليكم 6 ايام ووسع عليكم في يوم عشان تيجوا ببساطه تاكلوا في اليوم. يعني طب ما نسيب لكم بقى 7 ايام، يعني عملنا ده كله ليه؟ ما نسيبها لكم بقى مفتوحه وخلاص. ماشي. طيب تاني حاجه قبل ما نخش على مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح جدا ان اللي عملوا ده ما اقتحموش الحرام اقتحاما صرفا. يعني ايه؟ يعني صاحبنا اول واحد عمل في القريه القصه دي راح جايب الصناره وقف اصطاد السمكه يوم السبت؟ ما عملش كده. امال عمل ايه؟ تحايل، راح بنى النفق او رمى الشبكه يوم الجمعه وجابها يوم الاحد، تحايل على الحرام. واضحه دي؟ ولذلك في باب كبير بقى يذكره الفقهاء بيسموه باب الحيل. باب الحيل. كان بعض السلف لما يقرأ الآية دي يقول إيه؟ أو لما كان يتكلم عن الحيل يقول يعاملون الله كما يعاملون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. تعرف لما يجي لك عيل صغير فتضحك عليه؟ هو بيقول كده، بيقول أصحاب الحيل دول يعاملون الله كما يعاملون الصبيان. أنت بتضحك على مين؟ لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. فمثلا نيجي نروح للبنك نقول له يا بنك ادينا 1,000,000 وخدوا منا 1,500,000 على 2 سنين، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في المعاملة دي؟ حلوة؟ ربا مش كده؟ طيب فيوم يجي بنك يقول احنا خلاص احنا بنك إسلامي. طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لك والله احنا عندنا معدن اسمه بلاتينيوم، فالمعدن ده انت هتوكلنا نشتريه لك ب1,500,000 قسط، بيدفع على 1.5 سنة 2 وبعد ما تشتريه هتوكلنا نبيعه لك ب1,000,000 كاش، ونديك 1,000,000 الكاش وتقعد تسد لنا في ثمن البلاتينيوم بالقسط 1,500,000 على 2 سنين. هذه الصورة أباحها بعض الفقهاء عشان بس، إنما كثير من الفقهاء يرون أن هذا من الحيل المحرمة. ليه؟ لأنك دخلت بيعة غير مرادة. لو أنا جيت قلت لك يعني إيه بلاتينيوم تقول لي والله العظيم كنت أول مرة أسمع كلمة بلاتينيوم دي في البنك. أنت لا عارف إيه بلاتينيوم ولا هتشوف بلاتينيوم ولا عاوز البلاتينيوم ولا المعاملة دي أصلا تلزمك في شيء. فهذه البيعة غير مرادة أصلا. أنا جاي أقوي قول؟ لا مش بقوي قول على قول، أنا بفهمك يعني إيه حيلة محرمة عند من يرى حرمة هذه المعاملة. لا جاي أضيق الكلام يعني نروح نعمل ده قولا واحدا ما تعملهاش. قولا واحدا من مين؟ مش بين العلماء، بيننا احنا هنا كده، احنا مع بعضينا كده، تعملهاش. ماشي؟ امتى بقى نلجأ لحاجة زي كده أباحها بعض الفقهاء؟ لما تبقى خلاص يعني يباح لك الربا أصلا. ما هو الربا يباح في أحوال. واحد محتاج لضروريات الحياة، يعني لو ما كلش هيموت، لو ما جابش فلوس هيبات في الشارع، مش هيبات في أوضة متواضعة، لا هينام في الشارع ما عندوش حتة. ساعتها ممكن يبيحوا له الربا، فنقول له بدل يا ابني ما تاكل ربا روح كل بلاتينيوم. فواضحة جدا هنا. طيب بلاش، أنا يا جماعة بقول لكم أمثلة للي هتشوفوا في الدنيا. ها جيت تشتري سلعة فقال لك طب السلعة دي تمنها 3 مليون على 3 سنين، ولو اتأخرت في السداد
وهتمط المده، بقت 4 سنين بقت 5 سنين، هتبقى بدل ما هي ب3 بقت ب5 مليون. ايه رايكم؟ ربا. ماشي، الربا هو ايه؟ مال في مقابل الزمن. فيقولوا لا خلاص مش هنعمل ربا. طب هتعملوا ايه انتوا بقى؟ قال لك بص بقى تعالى، السلعه دي ب5 مليون على 5 سنين، ولو هتخلصها على 3 سنين هتبقى ب3 مليون. بيسموها عجل وضع. الصوره دي في الفقه بيسموها كده، عجل وضع. هي في الاخر ايه بقى؟ حيله. يعني بدل ما اقول لك هي ب3 مليون على 3 سنين، ولو بقت 5 سنين بقت، يبقى مقابل الزمن ده هاخد 2 مليون زياده. هقول لك العكس، هقول لك بصيغه عكسيه، هي على 5 سنين ب5 مليون، ولو عجلت في السداد هنضع عنك بعض المال. يسموها عجل وضع. فبرضه من يحرم هذه يقول هذه حيلة محرمة. لهم واضحة كده يا جماعة فكرة الحيل؟ طيب، وبرضه واضح جدا إن دي مش رسالة ربنا لينا. يبقى أصحاب السبت عملوا إيه؟ اقتحموا الحرام لما لقوه واسع والحلال ضيق، واقتحموه بحيلة. واضح جدا جدا من مآلات الأمور إن دي ده مش ده مراد الرب سبحانه وتعالى. عشان تعرفوا يا جماعة احنا ماشيين في الطريق الغلط. احنا عمالين دلوقتي بنعمل ايه؟ الحلال ده والحرام وسع، عمالين نحاول نتماشى مع الحرام بالحيل. ده اللي احنا بنعمله، وده اللي عمله أصحاب السبت. وده بالظبط اللي مسخهم قردة. خلي بالكم يا جماعة فكرة المسخ، هم مسخوا قردة. ظاهر الرواية إن هم مسخوا قردة حقيقة، يعني بقوا قردة. المسخ مش شرط يكون مسخ ظاهر. يعني ممكن الله عز وجل يعاقب أمة بأنها تمسخ مسخ باطن. إيه بقى مسخ الباطن؟ إنك تبقى قرد جواك، أنت في نفسك قرد. أنت صحيح لابس بدلة وجرافطة بس أنت قرد. إيه يا جماعة أكتر صفتين يتصل بيهم القرد؟ أكل الموز. مين هنا بياكل موز بقى عشان نعرف مين اللي ممسوخ؟ أول صفة التقليد. القرد يميل إنه يقلدك، يعني تعمل حاجة يعملها زيك. ماشي. وتاني صفة ودي بقى مهمة جدا عشان بس إنه بيتحرك حركات عشوائية بلا معنى. بيتحرك حركات عشوائية بلا معنى. يعني لو جيتوا انت نطيت، هو تلاقي القرد ينط من الشجره دي من دي وبعدين يروح نط من دي تاني. طب يا ابني انت كنت هنا، انت هتفرهدنا ليه؟ ما انت كنت هنا. هو بيتحرك حركات عشوائيه بلا معنى. حتى في مصطلح علمي بيسموها ايه؟ المونكي مايند. ده مصطلح علمي اللي هو عقليه القرد. ماشي. مفاجاه. طيب يعني انا مش هطول في الحته دي، بس مفاجاه. انا ما كانش في دماغي، حتى مش محضر المصطلح. يعني مونكي مايند دي عارفين بيطلقوها على مين؟ حد يعرف؟ على اللي بيتابع الريلز والشورتس. ده مش مسلمين، مش مسلمين. المونكي مايند هم بيقولوا المونكي مايند ده مصطلح علمي بيطلق على اللي عمال يألف في الايه؟ اللي هو بينط من شورت لشورت. فتلاقي مثلا اول شورت بيتكلم عن الانجاز علمي، تاني شورت واحده بترقص، الشورت اللي بعده لا تخر قولا ان تقول سبحان الله، مش عارف زرافه برجل غوريلا، وانت عمال متابع كله. طب يا ابني انت بتعمل، انت نطيت من هنا لهنا ليه؟ ما انتش فاهم. مش فاهم. طب مش فاهم فخرجت؟ لا. ده انا بقالي 5 ساعات على القعده دي قاعده مش فاهم انا بعمل فيها ايه اصلا. مسخ باطن، مسخ للباطن. طيب نرجع تاني بقى. يبقى من الدروس اللي احنا معلش الدرس مهم فعمال اعيد وازيد فيه. واضح جدا ان مع اتساع دائره الحرام قدرا مع ضيقها شرعا، وضيق دائره الحلال قدرا مع اتساعها شرعا، ان مش مراد الرب مننا لان احنا نقتحم الحرام ولا احنا نتحايل على الحرام. لو رجعت بقى اسقطت ده على العصر اللي احنا فيه هتلاقي ده اللي احنا بنعمله، بنقتحم الحرام بتحايل. ايه بقى العاقبه؟ طيب قال الله عز وجل: واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. واضح ان هنا نقاش دائر بين طائفتين تانيين، واضح جدا.
صح؟ نمتوا؟ فات قد ايه؟ ساعة وربع. فهمت الرد بقى؟ ماشي. طب كده المغرب ناقص له قد ايه؟ برضه؟ انت بص في الساعة هيقول. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. واضح جدا ان الكلام هنا بين طائفتين غير الطائفه اللي وقعت في الحرام اصلا. واضح جدا ان الطائفتين دول مش حابين الحرام، واضحه برضو في الحوار. لكن في طائفه راحت واتكلمت ونهت وانكرت، وطائفه ما عملتش ده. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم، ده كلام طائفه حابه اللي بيحصل. طب انكرت؟ ما انكرتش. يبقى قدامنا 3 طوائف: طائفه وقعت في الحرام، طائفه انكرت الحرام، طائفه كرهت الحرام ولم تنكر. طيب مقال ال3 طوائف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى؟ فلما نسوا ما ذكروا به اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ربنا ذكر مقال طائفتين: انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. في طائفه ثالثه واقعه كده، مش اللي هي مين؟ اللي هي لا هي حابه الحرام ولا هي بتنكر على الحرام. اللي هي مين؟ احنا يا جماعه. الايه اللي احنا عاملين نقراها دي وبنضحك دلوقتي، ابن عباس كان لما يقرا هذه الايه يبكي. الاول قبل ما نشوف ليه بيبكي، بس ايه ما قال الطائفه دي بقى؟ ابن عباس كان يرى ان هذه الطائفه اهلكت واصابها ما اصاب القوم. ليه يا ابن عباس؟ قال لانهم دخلوا في قوله تعالى واخذنا الذين ظلموا. طب هم ظلموا بيه يا ابن عباس؟ بتركهم النهي. كان ده تأويل ابن عباس للآية. قال دول من الناس اللي عوقبوا وتحولوا قردة. طب ليه أخذنا الذين ظلموا؟ ما هو بيقول ما هو دول ظالمين. ليه ظالمين يا ابن عباس؟ دول بيكرهوا قال لك بس ما نهوش عن المنكر فدخلوا في الذين ظلموا. فكان ابن عباس لما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول كم رأينا أشياء وسكتنا. أنا لما أتدبر قول ابن عباس ده يا جماعة والله أنا في حيرة. ابن عباس، سيدنا ابن عباس اللي هو عينه ما شافتش غير صحابي أو تابعي، بيقول كم رأينا أشياء. شاف ابن عباس. أنا بقى يعني قولوا لي كده ابن عباس شاف إيه؟ إنه لما يقرأ الآية يعيط، يقول كم رأينا أشياء وسكتنا. يبقى ده أول قول. القول الثاني إن لا دول نجوا، وده كان قول عكرمة إن هم نجوا مع من نجا. ليه؟ لأنهم نهوا عن المنكر بأدنى درجات النهي، اللي هو النهي بالإيه؟ بالقلب. لما تعظون قوما الله كارهين اللي بيحصل. فده قول تاني. قول ثالث اللي هو إيه؟ نجوا ما نجوش يعني، وفي حاجة ثالثة إيه بقى؟ سكتوا فسكت الله عنهم. ده قول ثالث في المسألة، إن ما نعرفش إيه اللي حصل لهم، نجوا ما نجيوش، ربنا ما ذكرهمش أصلا. واضح جدا إن ابن عباس دخلهم في الذين ظلموا، واضح جدا إن عكرمة دخلهم أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقول ثالث بقى في المسألة إنه لا دول مش مذكورين أصلا، سكتوا فسكت الله عنهم. يبقى هنا يا جماعة احنا قدام مسؤولية ربنا بقى بيضعنا قدامها في قصة أصحاب السبت، اللي هي قصتنا دلوقتي، قصة الأمة بتاعتنا دلوقتي. حلال ضيق، حرام واسع، سهل توصل له، نعمل ايه يا رب؟ ناس اقتحمت الحرام وانت واقف على الشط اهو، اعمل ايه يا رب؟ انا اعمل ايه؟ اول حاجه عرفت ان مش المطلوب منك انك تقتحم الحرام ولو بحيله. تاني حاجه انك تنهى عن المنكر. لما تلاقي واحد واقع في الحرام ما تقفش تتفرج. يا جماعه والله انا بقول اهو وبحلف بالله ان في منا ناس فقدت اقل درجات النهي عن المنكر اللي هو بالقلب. يعني عنده عادي انه شايف واحد مثلا بالكريدت كارد ورايح يسحب فلوس من المكنه، هو عارف انه هينزل عليها فوائد، هم يسموها فوائد يعني، شوف الاسم جميل ازاي، هينزل عليها ربا. عادي جدا. بلاش، هديكم مثال يمكن في منا ناس وقعت فيه.
انك تروح تقعد على البحر. عارفين الاول يا جماعه يعني ايه تكره بالقلب؟ تكره، كاره الحاجه، انك مبغضها بقلبك. فلقيت واحده لابسه لبس مش تمام على البحر، هتكره ده؟ هتكرهه بقلبك فعلا. المفاجاه بقى، انا مش قايل عشان ده. اول ما هتلاقي مثلا واحد منضبط بزي واحد راجل او واحده امراه، ما في اصلا، انا بقول راجل ليه؟ عشان المراه يعني غالبا ما فيش زي بحر يعني ايه منضبط، ان واحد راجل فلابس تحت الركبه وممكن لابس حاجه تغطي السره، فلابس ممكن تشمئز من المنظر ده، تلاقي نفسك ايه؟ كاره المنظر ده، اللي هو لو قسناه بمقياس الشرع ده الاحب الى الله اصلا. فاحنا فكره ان احنا حتى كارهين بقلوبنا دي محتاجين نقف معاها شويه. العلاج فين؟ الحل فين؟ الصح المفروض نعمله ايه؟ ننهى عن المنكر. في حديث هنا مرعب يا جماعه، ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ان الرجل كان يلقى الرجل فيقول له يا فلان اتق الله. واحد بيعمل معصيه قابلته، يا عم اتق الله بقى، اهو حاجه جميله اهو، بنكر اهو، في بعد كده. ثم يلاقيه من غد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه. يعني يا فلان اتق الله ما تعملش كذا، وبعدين يلا بقى نخرج، قشطه يلا نخرج، يلا نسافر، يلا بينا، يلا مش عارف، وهو ما بيصليش. انا هنا مش بقول، انا مش بتكلم بتعالي يا جماعه، يعني اعوذ بالله من ذلك، انا اسوأ الناس، كل واحد فينا كده، مفيش تعالي، لكن هو ربنا ده حكم ربنا، ان فلان مجاهر بمعصيه فلا لازم انكر، ولما انكر ابغض، خلاص فضل بقى مستمر عليها، يبقى في هنا مفاصله، مش اكل معاه واشرب معاه واهزر معاه، ومفيش كده. وده اللي عملوه اتقوا الله، مفيش، والظاهره عماله تكبر. نعمل ايه؟ نفاصلكم، خلاص سور يتبني. حتى السور ده لو مش عارف تعمل سور حسي، ان يبقى فيه سور معنوي بينك وبين من يجاهر بالمعاصي بالذات الكبائر. فده اللي عليك تعمله. ليه خيرية هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض إخواننا فهم كلامي غلط لما بقول خليك في نفسك، بقولها كتير في الدروس. خليك في نفسك يعني إيه؟ يعني ما تنشغلش بالحكم على غيرك. طب من جملتي إنك تخليك في نفسك إنك إيه؟ يا رب حكمك فيا أنا إيه في اللي أنا شايفه ده؟ فأنت كده في نفسك برضه فتلاقي ربنا حكمه مثلا دلوقتي انك تأمر بالمعروف، فهتأمر بالمعروف ليه؟ لان ده خطاب الله لك ولا لا؟ لك انت، فانت في نفسك. حكم ربنا دلوقتي ان تنهى عن المنكر، فهتنهى عن المنكر ليه؟ لان ده خطاب، لان هذا خطاب الله لك، فانت كده في نفسك. فكلامي مش متناقض، ولا معنى كلامي خليك في نفسك انك لا تأمر ولا تنهى، غلط. فدول امروا ونهوا فنجوا يقينا، أنجينا الذين ينهون عن السوء. ودول وقعوا في الحرام فهلكوا يقينا. ودول كرهوا الحرام لكن ما نهوش عن المنكر، ما احناش عارفين هم فين دلوقتي. فأنت بتلعب قمار دلوقتي، داخل حتة ما انتش عارف هتنجو ولا هتخسر. الحل فين؟ كن في زمرة الناجين بيقين. وهنا بقى عشان نضبط الكلام، هنقف هنا خلاص، انا عارف انتوا زهقتوا. عشان نضبط الكلام، ما تروحش تنهى عن منكر وانت ما انتش عارف اداب النهي عن المنكر، ولا انت فاهم اصلا اللي بيحصل ده منكر يعني واحد يقول انت بتعمله ده حرام، ويطلع هو مش حرام، انت اللي مش فاهم. فانت روح اتعلم دين، اتعلم الاول ده حلال ولا، يبقى تفهم واقع الاول. لقيت واحد ماسك كوبايه فيها حاجه اصفره وبيشربها، رحت وانت فاسق، وانت وفي الاخر قالك يا عم ده عصير تفاح، يا عم في انت اهدى. فانت رحت نهيت عن حاجه ما هياش منكر اصلا، عصير تفاح، الا لو يعني بتقول له حرام عليك اديني معاك مثلا كده تشرب لوحدك. او الشرع بقى، هو بيعمل معامله معينه، بيعمل حاجه معينه وانت فاكرها حرام وهي مش حرام، او انت ما تعرفش فيها الاقوال، يعني هي المساله فيها ساعه، فيها قول انه حرام وانت عارف القول ده، لكن فيها قول تاني انه حلال وانت ما انتش فاهم حاجه انت. طب رحت قال لك والله سالت الشيخ فلان وتوب غلط في الشيخ فلان. طب يا ابني اهدى، يا ابني روح اتعلم،
شوف المساله دي فين من في يعني درجتها ايه في الخلاف بين العلماء. وكتير جدا من اخواننا للاسف تلاقيه يعمل ايه، يبقى عمال ينهى عن حاجه وقول الجمهور خلاف، يعني ممكن يبقى قول الائمه الاربعه المذاهب الاربعه خلاف اللي هو بيقوله اصلا، لكن هو متربي هو ده حرام. يعني يا ابني الائمه الاربعه بيقولوا حلال، المذاهب الاربعه على حل المساله دي، والعكس متجرأ ويحل حاجه المذاهب الاربعه على حرمتها. شيء عجيب. فالمهم اللي انا عاوز اقوله، اقرا او اسمع حاجه في الامر والنهي، مهم جدا يا جماعه. عندنا يعني لو حد عاوز يسمع حاجه على التليجرام هتلاقوا في منظومه الاداب للحجاوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كذا درس، يعني مش فاكر كام درس. وهتلاقوا كمان في ربع المنجيات في مختصر منهاج القاصدين في كلام على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المنجيات ولا في العادات مش فاكر. المهم يعني اكتبوا امر بالمعروف والنهي عن المنكر في التليجرام هتلاقوا حاجات كتير تتسمع في الحته دي ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت